أذكر الأخ العزيز والزملاء الكرام بأن موضوع هذا القرار هو حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، وأن أي محاولة لصرف الأنظار عن هذا الموضوع وإثارة الفرقعات الجانبية لن يزيح عن الذاكرة صورة إيلان الذي ألقى به البحر منكباً على وجهه في شاطئ مهجور. واسمحوا لي أن أستذكر معكم أبياتاً للشاعر العربي عبد الرحمن العشماوي، وهو يقول: يا بحر يا بحر لا تغرق الطفل الذي هربا، وارحم أخاه وأماً تشتكي وأبا، رفقاً بهم أيها البحر العميق فقد، رفقاً بهم أيها البحر العميق فقد فروا من الشام لما أبصروا اللهبا، خافوا على العرض والأرواح فالتحفوا، ليلاً بهيماً أبى أن يظهر الشهبا، أتوك يا بحر والأهوال عاصفة، أتوك يا بحر والأهوال عاصفة، فارفق بهم فارفق بهم إنهم قد أصبحوا غربا، رأوك أرحم من أبناء جلدتهم، واستأمنوك فلا تقطع بهم سببا. وأنا أعتذر من المترجمين لأنهم لن يستطيعوا ترجمة ما سأقول. الشعر يقول: أوليس يكفينا العراق وبؤسه لنسلم الفيحاء للزعران، من باع للشيطان نخل عراقنا هو من يبيع الشام اليوم للجرذان، لولا الخيانة من قبائل يعرب ما كانت الغربان في بغداد، لا تنتظر من ضمير العرب قعقعة، هذا الضمير بذبح الشام منشغل، يبقى العميل عميلا فلا تصدقوا أن ذيل الكلب ينعدل. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، كما توقعت في مقدمتي لم يتطرق زميلنا مندوب الجمهورية العربية السورية إلى موضوع القرار، وإنما انصرف إلى كيل الاتهامات والشتائم إلى بلادي وغيرها من البلدان، وهو بالضبط كما توقعنا. ثم ألقى أبياتاً عصماء تحدث فيها عن الزعران والجرذان وذيل الكلب، وأنا أقول له بكل احترام: كل إناء بما فيه ينضح. شكراً سيد الرئيس.